اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، والحلقه دي فيها معلومات انا شايف ان هي في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه بجد. الحلقه دي هتحل مشاكل ناس كتيره جدا، خاصه اللي بيسافر بره وبيدرس بره مصر وعايز فلوس بره بشكل مستمر، مثلا عشان خاطر يصرف على نفسه بره، في سواء مصاريف جامعه او مصاريف دراسه. كمان لو اي حد بيتعامل على الفيسبوك اعلانات ممولة وعايز يعمل شغل على الفيسبوك، وحدود الكروت الجديدة زي كارت المشتريات او كارت الديبت الجديد مش مساعده عشان خاطر يعمل اعلانات ممولة، الكارت ده هيحل له المشكلة. كمان لو انت مسافر بره مصر وعايز تحول فلوسك اللي بالدولار، يعني انت فاتح حساب بالدولار وعايز تحول فلوسك بره مصر بالدولار زي ما هي بدون اي مشاكل، بشكل امن وبعيدا عن طبعا تجار اللي هم يعني اللي بيحاولوا ان هم طبعا يستغلوا، بياخدوا عموله كبيره جدا على موضوع التحويل بره مصر. يعني في عمول في السوق، في ناس في السوق السوداء بيحولوا فلوس بره مصر، بس طبعا بياخدوا عمولات رهيبه. هتيجي دلوقتي تشوف ان الكارت ده هيحل المشكله دي خالص وبشكل امن وقانوني وبعيد عن اي حاجه. تمام. الحلقة جميلة، ركزوا على المعلومات اللي فيها. وقبل ما اكمل الحلقة، يا ريت اللي بيشوف الحلقة أول مرة سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة ولايك وشير الفيديو. أما متابعين الأفاضل الموجودين على القناة، لايك وشير الفيديو. حابب برضو افكر حضراتكم على حاجه قلتها لكم في الحلقه اللي فاتت، ان انت ممكن تدعم القناه ماديا لو انت شايف ان القناه بالفعل بتدي لك معلومات مفيده او بتفيدك. هتنزل تحت الحلقه، يعني اي حلقه موجوده بتنزل تحتها بتلاقي فيه سهم بالشكل اللي انت شايفينه تحت دوت، عند سهم برتقاني في كلمه ثانكس، هتضغط عليها هيفضل لحضرتك كذا اختيار من دول. ممكن تدعم القناة بأي مبلغ مادي زي ما انت شايف، ولو انت عايز يبقى فيه على اليمين هنا اهوت، على أقصى اليمين بتاعة الأرقام المبالغ اللي موجودة في حاجة اسمها مور، ممكن تدعم بمبلغ أكتر من كده لو حضرتك عايز تدعم القناة ماديا، وده بيفيدنا طبعا في تطوير القناة وعرض معلومات تانية أكتر مفيدة بالنسبة لكم. نكمل الحلقة. ايه بقى اللي حصل وايه اللي عمله البنك الاهلي عشان خاطر يدعم اللي خلانا نحل كل المشاكل دي كلها، ودعمنا احنا كناس بتتعامل على حسابات بالدولار او حسابات بالعمله الاجنبيه، حل المشاكل اللي موجوده. اول حاجه، البنك الاهلي المصري اصدر كارت على حسابات الدولار، وهو كارت بيتميز بان هو كارت طالع شريحه بلاتينيوم. يعني ايه بلاتيني؟ يعني بيديك مميزات الكارت البلاتيني للتعامل في الحدود خارج مصر. الميزه في الكارت ده اول حاجه ان هو بيتعامل دوليا بدون موافقه، يعني حضرتك مش لازم تكلم البنك قبل ما تسافر تقول انا مسافر المكان الفلاني عشان خاطر الكارت يتفتح بره، زي كارت المشتريات اللي موجود. كروت المشتريات كلها اللي بتتعمل دلوقتي، تمام، لازم تكلم البنك قبل ما تسافر وتحدد له الميعاد اللي حضرتك مسافر فيه، من امتى، من والى. وكمان عشان بيفتح لك في حدود، يعني معظم الناس بيتفتح لها الكارت في حدود $250. لكن الكارت ده حد الليميت بتاعه احنا هنشوف دلوقتي مفاجآت في حدود الليميت بتاعت الكارت، وبجد كارت اكثر من رائع. وبيتعمل لاي حد عنده حساب بالدولار وفاتح حساب بالدولار وحاطط فيه مجرد $100 بس، يعني تحط فيه الحد الادنى لحساب الدولار هو $100 فقط لا غير، بيطلع لك كارت بالدولار. ويعني في نفس اليوم انت بتروح حضرتك تفتح حساب بالدولار تحط فيه $100 وعايز تطلع كارت فيزا، مشترك اللي هو بتاع كارت فيزا ديبت او خصم مباشر على الحساب، بتخصم من حسابك مباشر بالدولار سواء في مشتريات او خلافه. طيب، من ضمن مميزات الكارت دوت هو بيتصدر من الحساب ب $10. وهنخش دلوقتي على الموقع بتاع البنك الاهلي عادي خالص، كاننا مجرد ان احنا بنشوف مميزات الكارت، وهشرحها لكم مع بعض خطوه بخطوه. ندخل مع بعض على موقع البنك. زي ما احنا شايفين مع بعض ده، دخلت على موقع البنك الاهلي ودخلني على مواصفات الكارت شخصيا. زي ما احنا شايفين مدة صلاحية الكارت 5 سنين، يعني الكارت بيفضل معاك صالح لمدة 5 سنين. استخدامات البطاقة دوليا عادي، مفيش مشاكل متاحة. تمام. ومتاح كمان التسويق عن طريق الانترنت. طب ايه كمان المميزات اللي موجودة؟ ان دلوقتي بطاقة خصم مصممة لعملاء مصافي الافراد الطبيعيين اصحاب الحسابات بايه بالعمله بالدولار، وفي امكانيه استخدام البطاقه بالعمله الاجنبيه. تمام. والحاجه التانيه احتواء البطاقه على خاصيه اللي هو بتاع دوت اللي هي التعامل التلامسيه، اللي هي الحته اللي هي الايه الوايرلس والحاجات دي كلها. خدمه لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان زي ما انا قلت لكم خدمه البلاتينم او الخدمه البلاتينيه هنا، الرقم اللي موجود ده اللي هو 19523 ده بتاع كبار العملاء بتوع البنك. يعني اذا حملوا البطاقه ديت على خدمه اللي هو عملاء خاصه بالكبار العملاء. وكبار العملاء الخط ده بالذات بيبقى له اهميه في الاتصال اكتر من الخط العادي. يعني الخط العادي بتاع العملاء العاديين اللي هم مش بلاتينم 19623، اما 19523 فطبعا بيدي مميزات اكتر واهتمام اكتر بالشكوى لو وحصل مشكله بالنسبه لايه الكارت. هنا كمان
مميزات الكارت الخاصه بتدي مميزات كارت البلاتينم خارج مصر، زي مثلا انت في مكان معين وحصل لك مشكله، ممكن انت تكلم بالتليفون الكارت يتعمل لك بدل فائد عن طريق خارج مصر. كمان لو حضرتك في بعض الخدمات الطبيه اللي موجوده دوليا لما بتخش عليها بكارت البلاتيني كفيزا او كشريحه بلاتينيه، بيبقى ليك خدمات وليك خصومات معينه خاصه بالكارت في خارج مصر. طيب طبعا دي كلها بقى حاجات عامه خاصه بالكروت. تعال نكمل، هنوصل في الاخر لغايه عروض الكارت او بقى الاستخدامات الخاصه بالكارت. هنبص بقى على الروعه اللي موجوده بالنسبه للكارت. بجد الكارت فيه مميزات تحفه. انا شايف ان فيه مميزاته جميله جدا، وبصراحه يعني انا انبهرت من انا بعتبره بصراحه من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي البنك الاهلي عملها. اول حاجه مصاريف اصدار الكارت 10 دولار، مفيش مشكله. مصاريف تجديد 10 دولار، مفيش مشكله. البدل الفائد لو الكارت راح منك او حصل ان هو اتلف 10 دولار. طيب تيجي بقى نخش على الحاجات الايجابيه بقى. الحد الاقصى للسحب اليومي النقدي دوليا، يعني السحب اليومي، ناخد بالنا من الحته دي يا جماعه. الحد الاقصى للسحب اليومي النقدي، تمام، لو سحبت نقدي يعني سحبت دخلت الكارت في المكنه بره مصر، ماشي، او في مكنه جوه مصر، تمام، جوه مصر في بعض اماكن قليله جدا في داخل مصر بيبقى فيها السحب بمكن دولار. محدش يحط الكارت في مكنه مصري ويقول لك انا ما طلعش الدولار، لا، في مكن معروف داخل مصر في اماكن ربما تكون نادره جدا، وحتى لو مش بنوك مصريه، طب مش بنوك بنك اهلي مثلا او بنك مصر، هتلاقي ممكن بنك تاني وعنده مكنه بالدولار. فالمكن ده تقدر تسحب منه في اليوم الواحد في حدود حوالي 1000 دولار امريكي، تمام. حد الاقصى اليومي للمشتريات دوليا 10000 دولار. طبعا شايفين الرقم محترم. لسه بقى هنشوف كمان ابهار اكتر من كده. على فكره انا شايف ان الرقم ده جميل جدا على فكره. حته بقى التحويل بره مصر، انت لو بره مصر وعايز تحول، عايز تنقل فلوسك وفلوسك في الحساب، مفيش بقى وسطاء وتروح حد في السوق السوداء والكلام ده كله، لا، ده انت حضرتك بتقوم داخل على المكنه من بره ساحب، بيتاخد منك عموله 1%. 1% ماشي من المبلغ، زائد يعني مثلا لو بتسحب 1000 دولار، هتضربها يعني في 1% حوالي مثلا 10 دولار ولا حاجه، زائد 1 دولار يعني حوالي كام؟ 11 دولار على كل 1000 دولار تقريبا. تعال نحسبها برضو انا وانت مع بعض ورقه وقلم كده. نقول مع بعض، لو انا سحبت 1000 دولار هضربه في 1%، زي ما قلت 10 دولار زائد 1 دولار، يعني على كل 1000 دولار تقريبا 11 دولار كوميشن. طبعا ده اقل بكتير جدا من احنا كنا بنسمع ارقام خزعبليه في السوق السوداء عن الناس مثلا اللي بتحول فلوس بره مصر، لا، بالنسبه ارقام اكبر من كده بكتير. خلاف كمان موضوع المخاطره في التحويل عن طريق السوق السوداء. الفلوس ممكن توصل ما توصلش، لا، انت فلوسك في ايدك، كارتك بتسحب منه ومريح دماغك، مفيش اي مشكله. رسوم الاستعلام عن الرصيد من مكان، طبعا ما حدش فينا هيستعلم، عندك الاهل انت ممكن تخش تستعلم، فحتى لو استعلمت هو مجانا، ماشي. رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات البنوك الاجنبيه للصرف، يعني بنوك خارج مصر، مش بنك اهلي، هتلاقي تخصم عليك العموله اللي هو 3 ارباع دولار. وطبعا احنا عاده لما تعوز تستعلم يكون معاك خدمه الاهل نت، بتخش تستعلم عن الرصيد، عشان خاطر احنا مش محتاجين القصص دي كلها عشان الكوميشن طبعا بنوفر. آه، في حالة استخدام الكارت بخلاف عملة الحساب، يعني حضرتك بره مصر رحت مثلا السعودية بتستخدم الكارت بتاعك في مكان سعودي، هيتخصم عليك 2%. حال استخدام اي عملة اخرى بخلاف عملة الحساب. طيب في حاجات تانية طبعا مش موجودة هنا هقول عليها. هنا قال لحضرتك حد السحب اليومي 1000 دولار بحد اقصى 5000 دولار في الشهر، ده كسحب نقدي. بمعنى ان انت ممكن تسحب 5000 دولار على 5 ايام كل يوم 1000 دولار، تخرجهم بره مصر وانت قاعد 100 100، ما عندكش اي مشكله. طيب بالنسبه للمشتريات، مشتريات حد اقصى في المشتريات دولي ومحلي 10000 دولار في اليوم كمشتريات. المشتريات دي يعني حضرتك داخل مثلا بتشتري حاجه اونلاين، داخل بره مصر في سوبر ماركت، بتدفع عن طريق السوبر ماركت مشتريات. اللي هو طبعا المشتريات معناها ان هو التعامل الغير كاش، يعني من غير بنكنوت، تعامل غير مادي، التعامل كله عن طريق الاونلاين. سواء بقى عبارة عن سوبر ماركت، سواء حضرتك في مكان بره وبتسحب فلوس، سواء بتحاسب مثلا في مستشفى بره، او او مثلا في الجامعة مثلا، عايز تسحب فلوسك، عايز تدفع مثلا بالعملة بالديبت بتاعك او بالكارت بتاعك، فبتسحب في حدود 10000 دولار في اليوم. المفاجأة الكبرى ان الكارت بيدعم إلى الدفع بحدود حوالي 50 ألف دولار كمشتريات في الشهر. يعني ممكن حضرتك تعمل 5 تعاملات كل يوم على 5 ايام كل يوم كمشتريات 10000 دولار،
طبعا حضراتكم فاهمين انا ممكن استخدم الكارت ده بره، اعمل بيه ايه بره مصر عشان اقدر ان انا انقل فلوسي بره مصر. يعني الناس اللي بتحاول تحول فلوسها كمشتريات بره مصر ممكن تنقل فلوسها بره مصر بالشكل ده في حدود 50,000 دولار، وده رقم طبعا ما هواش قليل لكتير جدا من الناس يعني ما. تمام. فطبعا لا، كارت مرن. الكارت ده فيه مرونة غير طبيعية. الكارت بيتصدر من داخل الفرع من خلال خدمة العملاء. يعني بيتصدر ما في، بيقعد مثلا حوالي من 5 ل10 أيام وبتلاقي الكارت بتستلمه. زي ما انا قلت لكم ان من ضمن مميزات الكارت ان ان هو شريحه بلاتينم. له خط، حتى الخط الساخن بتاعه الخط الساخن بتاع البلاتينم اللي هو كبار العملاء الخاص بالبنك الاهلي. بس هو بيديك برضه لازم نوضح حاجه، هو الكارت بيديك مميزات كبار العملاء ككارت، ولكن ليس لك الحقيه داخل البنك ان انت تخش قسم كبار عملاء. يعني في كبار عملاء اللي بيبقى ليهم صالات مخصصه داخل الفرع للتعامل من خلال كبار عملاء. فطبعا يعني مش هينفع، يعني مش هيديك المميزات الخاصه بالكارت في التعامل سحب وايداع ومشتريات، ولكن ليس لك الاحقيه ان انت تقوم داخل من على الباب من بره في اي بنك تقول لهم اصل انا عميل بلاتينم وتوري لهم الكارت، ويطلع في الاخر ان انت عامل مثلا ايه معاك كارت بالدولار طبعا وداخل على قسم دلوقتي كبار العملاء. هتلاقي حضرتك يقول لك انا اسف انزل تحت مع العملاء العاديين وهتتعامل من خلال العملاء العاديين. فانت بيديك الاحقيه في الكارت في التعامل خارج مصر في الحدود بتاعته، وليس في الحقوق المكتسبه لكبار العملاء داخل البنك. دي حته مهمه كنت لازم اقول لحضراتكم عليها عشان دي بتفرق عند بعض الناس على فكره. في برضه حاجات مهمه عايز ان انا نوضحها عند استخدام الكارت بخاصيه اللي هي خاصيه اللي هو الايه كروت اللاتلامسيه اللي هي الايه اللي انت ممكن تستخدمها من بره كده في عن طريق الوايرلس من بره. حد الاقصى للمعامله ما يزيدش عن $100. حد الاقصى للمعامله ما يزيدش عن $100. تمام. يعني لو حضرتك بتشتري حاجه مثلا بتحسن مثلا في بنزينه في سوبر ماركت، وحجم الحاجات المشتريات اللي انت جايبها في حدود $100 ممكن تستخدم خاصيه الوايرلس في الدفع. اما ازيد من كده لازم الكارت يتحط في المكنه عشان خاطر ان هو يتعمل المعامله بتاعته. تمام. دي من ضمن اهم الحاجات اللي موجوده الخاصه بالكارت. آه زي ما انا قلت في حدود السحب والحدود الخاصه بالكارت. وبصراحه لا، $10,000 رقم محترم ممكن ان هو يساعد كتير جدا من الناس اللي التعامل وان هو يخرج فلوسه بره مصر بشكل امن طبعا وبشكل طبيعي وقانوني، والبنك اللي مصرح بيه. الكارت مش ما بيحتاجش موافقه قبل ما تسافر انت تتصل بالبنك عشان خاطر ان هو يفتحه لك بره مصر. لا، هو مفتوح اصلا دوليا ومفتوح محليا. ملحوظه بكررها تاني، محدش يحط الكارت في مكنه بالمصري ويرجع تاني يقول لك اصل انا سحبت من المصري او كلام من ده كله. هو اولا مش هيتقبل، ثانيا الكارت عرضه ان هو يتسحب، ثالثا ما تستخدمش الكارت الا في مكنه بتسحب بالدولار هي داخل مصر. بتبقى قليله جدا لما تلاقي اي تي ام ماشين بيسحب بالدولار. بره مصر لو انت خارج مصر خد بالك من عموله اللي هي 2% على السحب الخاص بيه الكارت عشان خاطر ما يتخصمش منك مبلغ كبير. ده طبعا 2% ما هوش رقم قليل، بس في نفس الوقت هو طبعا اقل يعني ايه تكلفة لو حضرتك فكرت في المميزات الخاصة بالكارت. الكارت بصراحة اكثر من رائع. هيحل مشاكل الناس اللي هي طبعا اللي بتستخدم الفيسبوك في الاعلانات الممولة وبقالها مدة. طبعا انا بشوف شكاوي كتير جدا على الفيسبوك اللي هو مثلا واحد جاي يدفع اعلان ممول مش عارف يدفعه نتيجة ان الكارت الحد بتاعه خلص. لا طبعا الكارت ده هيحل لك المشكلة. بتشتري حاجه اونلاين هيحل لك المشكله. مسافر بره وبتدرس وما عندكش واللي عايز تدفع مثلا مصاريف جامعه تدفع مصاريف شخصيه طبعا هيحل مشاكل لا حصر لها. مسافر بره وبتتعالج وفي فلوس بالعلاج وفي فلوس مثلا عايز تدفعها وفلوس مستشفى مثلا عايز تدفعها ممكن تدفعها من خلال الكارت. بعض الناس هيطلع طبعا يقول لك هو طب هو فين الدولار عشان تعلق. انا بقول لحضراتكم الكارت ده مفيد للناس اللي حساباتها بالدولار وفقا الاسعار اللي موجوده حاليا في السوق. انت حضرتك معلش يعني لو حسابك بالمصري لو نزلت تشتري فلوس بالدولار وجيت فتحت بيع حساب واستخدمت الكارت بالصوره دي كلها هيبقى افضل لك. يعني معلش تقول لي بقى من السوق السوداء هتقول لي من كذا، انت كده كده اصلا بتتعامل معاه. بس في فرق ان انا لما اتعامل مع السوق السوداء مره وفرق ان اتعامل مع السوق السوداء مرتين. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ابني بيدرس بره فانا عايز احول له فلوس بره، فانا بتعامل مع السوق السوداء في ان انا بشتري منه بس الفلوس بالدولار. تمام. وبعمل ايداع في الحساب وبديله الكارت وهو بيتعامل بره، يبقى انا كده وفرت حتى عموله الكوميشن التحويل بتاع الفلوس بره مصر. ماشي. اما بالنسبه لو انا بتعامل مع مثلا السوق السوداء كاملا هدفع فلوس التحويل اللي هو طبعا دي فرق العمله من البنك لبره، وهدفع كمان اللي هي فلوس اللي هو الكوميشن بتاع التحويل من جوه مصر لبره مصر. وفي ناس فاهمه معنى الكلام بتاعي ان طبعا بجد بيدفعوا مبالغ غير طبيعيه في التحويل.
تمام. لا الكارت ممتاز وفيه مميزات حلوه، وطبعا كمان بخلاف الناس اللي هي عندها حساب اصلا اوريدي بالدولار ومش عارفه تخرج فلوسها بره، لا الكارت ده هيحل لها ازمه. تمام. طيب انا ازاي اطلع الكارت ده انا بره مصر؟ هعمل حلقه تانية هتكلم فيها على يعني التوكيلات وازاي اعمل توكيل لحد جوه مصر يعمل لي حتى الكارت ده فقط لا غير، وينشطه ويبعته لي بره فقط لا غير دون اي تعامل تاني مع البنك. لان الفتره اللي فاتت جالي كميه شكاوي غير طبيعيه من التوكيلات، والتوكيلات ديت لازم تتعامل بنص معين وبيتصرف عليها مبالغ غير طبيعيه بال2000 وبال3000 وبال4000 جنيه وارقام وارقام بجد. انا سمعت ارقام غريبه في التوكيل بره مصر. فلازم لما نعمل توكيل لازم يكون له بنود معينه، عشان خاطر ان احنا حرام ان انا اعمل توكيل واتكلف وفي الاخر التوكيل ده يجي الاقي فيه يعني الاقي التوكيل ده مش مجدي بالنسبه لي ومعطلني، مش مدينيش الحقائق اللي انا عايزها. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده. يا ريت الدعم للقناه ما ننساش، وكمان لايك وشير للفيديو لو ان الفيديو شايف ان هو مهم او اداك معلومه جديده. ان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.